السلام عليكم. النهاردة معانا حكاية من أجمد الحكايات اللي ممكن تشوفها حرفيا في حياتك، وهقول لك ليه بالذات الحكاية دي جامدة. لأن البطل بتاعنا تم اختياره علشان ينقذ عالم ملعون. بعد ما عمل كل اللي عليه في العالم ده، بقى المفروض إنه يرجع للعالم بتاعه علشان يستريح. لا 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 لا، مفيش كلام من ده. هو رجع لقى العالم بتاعه متنيل فيه وحوش هو كمان، فالمفروض بقى ينقذ العالم بتاعه هو كمان. روح هات بقى مشروبك المفضل كده يا صديقي وتعالى استمتع معايا. أنا هو المحارب ليه هيون. بقالي 20 سنة تقريبا في العالم الغريب ده، عمال بفشخ في وحوش وبنقذ العالم، والوحش اللي قدامي ده لسه ضارب عليا ضربة دلوقتي يا دوب قادر أقف على رجليا، ودول أتباعي اللي ظاهر عليهم الإرهاق الشديد، والوحش ده لسه عمال يهجم عليا بدون تردد وبكل وحشية. إلى أن أتت اللحظة التي قررت فيها إنهاء هذه الفوضى. ساعتها اندفعت بكل قوتي ووجهت ضربة مميتة للوحش ده، وبالرغم من ان ضربتي كانت قوية جدا الا انه قاوم وهجم عليا تاني، فباستخدام الرمح اللي معايا قدرت اصدها بالعافية. في اللحظة دي الوحش قال لي كلمة قلبت الموازين: الهجمات الضعيفة بتاعتك دي عمرها ما هتأثر فيا. في اللحظة دي كان لازم أكسر غروره، فاشتعل في جسدي لهب لم ينطفئ إلا وهو ملقى على الأرض مشتعل ويلتقط أنفاسه الأخيرة. ساعتها الوحش بيكون مش مصدق إن في إنسان في العالم قدر ينافسه، لكني رديت عليه مرارا وتكرارا أنني لست من هذا العالم البائس، لكنه ما صدقنيش وقال لي إني مجرد مجنون وإنه هيرجع لي تاني علشان ينتقم مني. بس ما كانش يعرف إن النيران السوداء اللي بتحرقه دي مش نار عادية، دي نار مش هتنطفئ غير لما تاكل جسدك كله. فبيقول الوحش كلماته الأخيرة: وهذا يعني أن وقتي قد انتهى في هذا العالم، مع أنني قد هزمت هنا، لكنه لن يبقى في الذاكرة أن هناك بطلا أنقذ العالم، واللي هناك دول اللي مفكرهم رفاقك نفسهم يموتوك حالا. الصدمة بقى اللي بتنزل عليهم كلهم إني عارف الكلام ده فعلا. فبتقول له: هي ما حصلش أيها البطل، ما تصدقش كلام الوحش. لكني رديت عليها وقلت إن في الحقيقة أنت بتكرهيني جدا، إغوائي في العالم ده كان جزء من الخطة بتاعتكم، حتى أنت أيها الفارس هتقوم بالقضاء عليا بعد ما أخلص على الوحش، والساحر اللي بيعشق التجارب على البشر بيكرهني كره العمى عشان أنا بعارض العبودية ونفسه يخلص مني بأي طريقة. باختصار كده أيها الوحش هم هيقتلوني بعد ما موتك. أنا عارف الكلام ده من 5 سنين. أنا نفسي أرجع لمنزلي بقى. من 20 سنة أنا كنت موظف عادي ببلغ من العمر 30 عام، تم استدعائي فجأة من قبل شخص بيقول على نفسه حاكم، وترجاني إني أنقذ العالم ده من الوحوش اللي فيه. لكن العالم اللي أنا وصلت له ده كان حرفيا عبارة عن كارثة. حاولت أجرب كل الطرق اللي ترجعني لموطني، بس ما كانش فيه غير طريقة واحدة بس: لازم أهزم الوحوش وأنقذ العالم، وساعتها بس هقدر أرجع تاني. فضلت لمدة 20 سنة أتدرب على قتل الوحوش. العالم ده كان قاسي جدا لدرجة إنهم بيسيبوا الأطفال يموتوا، ده غير إن مستوى الرعاية الصحية كان زي الزفت. أي مرض بسيط بيحصل في الجسم كانوا بيقطعوا الجزء اللي فيه المرض. كل ده لا شيء قصاد لما أنا حاولت أنقذ الطفل من قبضة أحد الوحوش. ساعتها الناس وقفوا قدامي وقالوا لي: إزاي تجيب طفل بعد ما كان مع الوحوش؟ إحنا لازم نقضي على الشيطان اللي موجود فيه. وقاموا بحرقه على أمل إنهم كده هيقتلوا الشيطان اللي فيه. قد إيه الناس المقرفة اللي في العالم ده ما يعرفوش حاجة عن مفهوم حقوق الإنسان. اتحملت كل القرف ده لمدة 20 سنة، وأخيرا قتلت الوحش وأنقذت العالم. فالفارس بيرفع عليه سيفه وبيقول له: طالما كشفت أمري فأنا لازم أقتلك. كان ردي عليه ببساطة: أنا بكره العالم ده بجد. أنا دلوقتي جسدي البالي متعرض لأضرار ممكن أتوقف عن التنفس في أي لحظة، أطرافي حتى أنا عاجز على إني أحركها. أنا كنت وحش مصنوع علشان يصطادوا بيه وحش آخر. أنا لحد هنا أنجزت المهمة اللي المفروض إني أعملها عشان خاطر أيها الحاكم، وفي بوعدك معايا. في اللحظة دي بيظهر نور جاي من السماء، وبتتكلم الحاكمة دي وتقول له: أنت بذلت جهد كبير يا بطل، لقد هزمت الوحش بعد جهود لا حصر لها. بيقول لها: أنت فاكرة الوعد اللي وعدتهولي؟ بمجرد ما أقضي على الوحش هتختفي كل التجارب والذكريات المنيلة ب60 نيلة اللي أنا عشتها في العالم ده، وروحي اللي أنا سبتها في العالم التاني هتفضل زي ما هي، وهترجعيني للعالم بتاعي. فبتقول له: أنت بتكره العالم ده أنت حصلت على قوة كافية تقدر تتغلب على أي حاجة هنا. لو رجعت للأرض مش هيبقى معاك أي حاجة من دي.
بيضحك وبيقول لها انا مش هاممني اي حاجة، انا عايز ارجع للعالم بتاعي. بتقول له انت متأكد انك مش هتندم على الكلام ده؟ بيسيب السلاح من ايده وبيقول ايوه، انا مش عايز غير العالم اللي انا عرفته، العالم ده مجرد عالم بغيض. في اللحظة دي بيظهر ضوء قوي جاي من السما بيتسلط عليه، وبتقول له الحاكمة جسدك العادي انطفأ في العالم بتاعك، فهنضع روحك في جسد جديد. بيسألها ويقول لها جسد مين؟ بتقول له جسد مقدر ليه انه هيموت قريب، بس انا متأكدة انك هتقدر تنجو بالجسد ده. بيقول لها مهما كانت الصعوبة، حتى لو واجهت مصير صعب جدا، هيظل الامر احسن من الذكريات المؤلمة في العالم ده. وفجأة بيفتح عينه وبيبص حواليه وبيسمع صوت بيقول كوكب الأرض سنة 2025 يدخل البطل لي هيون جسد المدني يو تشان. في اللحظة دي بيجري تشان على المراية ويبص فيها، حرفيا هو مش مصدق ان ده انا فعلا، انا باين عليا رجعت للعالم بتاعي بجد. وبيحط دماغه تحت المية، اخيرا مية نظيفة، مياه غير ملوثة. النار اللي بتشتعل دي بتنطفى بضغطة زر واحدة، لا مزيد من الحطب الرديء ونيران المخيمات. هي دي الحياة بتاعتي اللي كنت عايشها. انا مش مصدق ان اللي قدامي دي فراخ حقيقية. كم اشتقت لهذه اللحظة، الطعام لذيذ لدرجة اني بعيط من الفرحة. انا اشتقت للحياة العادية دي، لكن لم يكن يدري تشان ان فرحته لن تكتمل. وبينما هو لسه بيستوعب انه اصبح في عام 2025 بيظهر ضوء جاي من السماء. يا عيني يا ابني مش هيلحق حتى ياخد استراحة صغيرة بعد العالم المنيل ب60 ليلة اللي لسه راجع منه. وهي بيدخل المعلم كده ياخد له دش وبيستمتع بالعالم الجديد، وبيشغل التكييف وبيتأمل في السماء الصافية المشرقة. يا دوب لسه ما نشفش شعره بيلاقي وحش الزهر جنبه، فبيتخض كده وبيتراجع هو ايه اللي بيحصل. وبيسمع نداء في المدينة بيقول تنبيه لجميع السكان، حدث الآن مصدر تآكل في المجمع، يرجى من جميع السكان الإخلاء الفوري إلى الملجأ تحت الأرض. بيكون مستغرب وبيقول هو ايه ده، في ايه يعني، ايه مصدر التآكل ده؟ ده الصدمة الأكبر بقى إن بيكون عدد الوحوش دي كبير جدا، وفي لحظات بيكسروا الإزاز وبيدخلوا وبيطلع يجري تشان. هو بيجري ومش مستوعب هما دول جايين منين ولا ايه اللي حصل أصلا، وبأعجوبة بيقدر يهرب منهم عبر النافذة. قدرت أهرب منهم. ولما بيبص قدامه بيلاقي إن في طفل بيهرب منهم، فبيقول له تشان الوضع خطير هنا، لازم تتوجه للملجأ. بيكون رد الولد الصغير أنا معرفش هي الوحوش دي راحت فين، أنا عايز أروح أقتلهم، هتيجي معايا؟ الفكرة بقى ان الطفل ده بيكون ماسك ايد مقشة. بيستغرب جدا تشان ويقول له انت بتقول ايه يا حبيبي؟ بعد ما تشان بيتأكد من كلامه بينضم ليه بسبب شجاعته، وعشان بصراحة مش عايز يسيب طفل لوحده. وبيعرف كمان من الولد ان الوحوش دي بتظهر بقالها 13 سنة، وان الوحوش دي بتخرج من ابواب شكلها غريب، ومحدش يعرف هما ازاي او امتى بيظهروا. حرفيا البوابة ممكن تتفتح في اي مكان ويخرجوا منها. طبعا تشان لما بيسمع الكلام ده بيتضايق جدا، انا تحملت الكثير قوي في عالم الجحيم اللي انا كنت فيه، ويوم ما ارجع للارض يحصل كده؟ اللي بيحصل لي ده مش طبيعي خالص. لما بتظهر ملامح التعجب على وش تشان بيقول له الطفل ده انت ازاي ما تعرفش كل الحاجات دي؟ بيكون رد تشان انا ما كنتش عايش هنا، بقالي فتره عايش في امريكا. بيزنقه الولا وبيقول له ازاي يعني؟ ده تم عزل الرئيس الامريكي علشان حاول يبعت بنته لكوريا، مفيش حد مهما كان مسموح له انه يدخل كوريا اصلا. وبأعجوبة بينجح تشان في تغيير الموضوع وبيسأله وبيقول له اسم صيادك المفضل ايه؟ فبيكون رده اسمه ايون لي، هي جزء من نقابة الصيادين وتعد رقم 10 في العالم. السلاح بتاعها هو السيف العظيم وبتعتني بالوحوش اللي موجودة في تشورون. بيستنتج تشان من كلامه ان الناس العاديين بيقدروا يقاتلوا الوحوش اهو، ده نفس اللي كان بيحصل في العالم الملعون اللي كان فيه، ازاي ده ممكن يحصل اصلا؟ وبينما الواد ده بيتكلم بيسكته تشان وبيقول له اسكت، وبيبص على الوحوش اللي بدأوا يوصلوا للمكان اللي هم فيه، وبيبص على الطفل اللي كان شجاع من شوية جنبه وبيلاقيه بيعيط عشان خاطر يا عم انا عايز اروح لامي. لكن فجأة وبينما هو مختبئ بينتشر سحر في الهواء، السحر ده نفس السحر اللي كان حس بيه في العالم الملعون. فبيقول اكيد انا مش بمتلك السحر اللي قعدت انمي فيه لمدة 20 سنة، لكن طالما المانة موجودة في الهواء فاكيد اقدر استخدم شعلة المفارقة. الشعلة دي محفورة داخل روحي، وفعلا
وفعلا لما بيستخدم تشان الشعلة دي بيولع في واحد فيهم وبيوقعه على الارض ميت. فبيعجب بيه الطفل ده جدا وبيقول له يا ابن اللعيبة انت عملت كده ازاي؟ طلع عندك قوة زي الابطال الخارقين. فالطفل ده بياخد ثقة وبيجري على الوحوش دول وعايز يقلد تشان، لكن وحش منهم في لحظات بينقض على الطفل. بس تشان بيتدخل في اللحظة الحاسمة ويلحقه قبل ما يقتله، وبيقول له اديني كده ايدي المقشة اللي معاك دي. فالوحوش كلها مرة واحدة بتبدأ تهجم عليه. ساعتها بيفعل تشان وضع العظمة، وبضربة واحدة بس بالعصاية دي بيطيح بيهم كلهم. اوبا يا ابن اللعيبة يا تشان. بيتصدم الولد الصغير وبيقول له اوبا انت شكلك صياد ومستخفي. دي ما بين مستخبي ومختفي، حاجة كده في النص. بس على الجانب الاخر تشان عقله في حتة تانية خالص. انا ازاي على العالم اللي تمنيت اني اجيله ولسه بشم ريحة الدم الناتن ده؟ انا تحملت كل حاجة لمدة 20 سنة علشان اجي هنا. طالما العالم بتاعي كده فهو مش بيختلف عن العالم التاني باي شيء. بعد شوية وقت بيوصل تشان ومعاه الطفل للمخبأ. اول ما بتشوفه امه بتجري عليه وبتقول له سونج الحمد لله انك بخير يا سونج، شكرا ليك يا اسمك ايه انك انقذت طفل الصغير. لما بيشوف تشان ملابسها والمجوهرات اللي معاها بيعرف انها عيلة غنية. فجأة بتحصل ضجة جامدة داخل المخبأ، وبيطلع ان في وحش اقوى من كل اللي فاتوا اخترق المخبأ. وبينما كل الناس عمالة تجري زي المجانين بيقف تشان هادي مش بيتحرك خالص. ده حتى سونج بيقوله لازم تهرب من الوحش ده مش هتعرف تقف قدامه. لكن تشان كل اللي بيفكر فيه ليه كل ده بيحصل؟ العالم الهادي اللي انا عرفته هيصاب بالفوضى هو كمان؟ هي الامنية اللي انا كنت بتمناها طلب مبالغ فيه للدرجة دي؟ وبينما هو واقف قدام الوحش بيسأل سونج وبيقول له انت المفروض غني، ليه عايز تبقى صياد؟ انت بكل بساطة ممكن تقضي حياتك مستخبي في مكان آمن، ليه عايز تضحي وتشارك في القتال؟ بيكون رد سونج قاسي جدا. انا فقدت والدي بسبب وحش، لان انفتحت بوابة في احدى الملاجئ تحت الارض واحنا كنا مفكرينه امن. ساعتها ادركت ان مفيش مكان امن على وجه الارض، وبالرغم من اني مش عندي قوتك وبخاف من الوحوش، بس عايز ابقى اقوى صياد واتخلص من كل الوحوش والبوابات بتاعتها وانقذ العالم اللي بحبه. بيقول له تشان ما تقلقش هتبقى صياد رائع جدا في المستقبل. بتقول له امه يلا يا سونج احنا لازم نجري من هنا ما تقفش اكتر من كده. فجأة بيتصدموا هما الاتنين لما بيبصوا على تشان. حرفيا تشان قدر يقضي على الوحش بضربة واحدة بس. وبيبص لسونج ويقول له اللي انقذوا عالم قبل كده اكيد يقدروا ينقذوا عالم تاني، ومن هنا تبدأ رحلة بطل للمرة الثانية. بيرجع تشان للمنزل بتاعه وبيحاول انه يستمتع بأي حاجة من حياته، شوية لعب على شوية اكل وشرب كويسين. دي حاجة ما كنتش اجرؤ اني احلم بيها في العالم الاخر. ده غير كمان ان في صيادين موجودين من اجل انقاذ العالم. بس في مشكلة كبيرة جدا بتواجهه، وهي انه مفلس ومش معاه اي فلوس. وبيعرف ان الملك الاصلي للجسد اللي هو فيه كان شغال في شركة تخزين، والشركة دي فلست وقفلت بسبب موضوع الوحوش ده. وطبعا هو مش هيلاقي اي وظيفة لان معظم الشركات دلوقتي بتنهار. فجأة بتيجي في دماغه فكرة وهي جمعية الصيادين. حرفيا ده اكتر مجال انا خبرة فيه. بعد كده بنتوجه لجمعية الصيادين، وهيتم هناك دلوقتي عملية اختيار للصيادين. وبيقول احد الصيادين لصاحبه يا اخي الاختيارات بقت متغيرة عن زمان، بقت عملية اختيار الصيادين عاملة شبه عرض مسرحي، يعني بمجرد ما تثبت ان عندك موهبة هيتم اختيارك. بس انا شايف ان معظم المشاركين اللي هنا مجرد صغار، كده كده هكون انا اقوى واحد فيهم. فجأة بتوصل لاحدى الصيادين اللي بتجذب الانتباه. اول ما بيشوفوها بيقولوا يا نهار ابيض هي دي ليسيون، دي هي رقم 10 في التصنيف العالمي للصيادين. هو ايه اللي جايبها هنا دي؟ مش هي المفروض كانت ماسكة منطقة تشورون؟ يا ترى هي جاية هنا مخصوص علشان تشوف مين؟ وبتطلع جاية علشان تشوف مقاتلة اسمها هان وقدرتها هي الكهرباء. لكن بيكون كل هم سون هل يا ترى هتقدر تشحن بطارية تليفوني؟ بيقول لها لا 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 هي مش جاية علشان تشحن بطاريات، هي مرشحة انها تبقى من الصيادين لانها بتقدر تتحكم في قوتها بشكل كويس. بتقول لهم مش شرط على فكرة. فبيقول احد اتباعها ايوه ممكن تكون مميزة في الاكاديمية بس ما بتعرفش تقاتل قدام الوحوش. فبتدي له حلاوة وبتقول له شاطر، هو ده اللي انا اقصده، لان التدريب والقتال الحقيقي مختلفين جدا. من الصعب على طلاب الاكاديمية اللي تلقوا تدريب امن ان هم يتحملوا القتال الحقيقي. الموضوع هيستغرق وقت طويل علشان تتأقلم هان.
المهم بتبدأ المباراة الأولى، وبيقول معلق المباراة في حاجة غريبة في الجولة دي، اللي في القتال ده شخص عادي وماهوش من خريج الجامعات، ودي حاجة غير مسبوقة نهائي. أنا مش متخيل عنده شجاعة قد إيه علشان يقدر يقف على المنصة كده. طبعا الشخص ده هو تشان، بيدخل المعركة وبيقول أنا لسه ما اتعودتش على إن اسمي متغير. المهم القوانين هي إن بيحظر استخدام الأسلحة الشخصية بخلاف الأسلحة اللي بتوفرها لكم الجمعية في القتال، ويحظر كمان التسبب في وقوع إصابات أو إصابات مميتة. بيتكلم تشان مع نفسه وبيقول بما إني قررت أبقى صياد فأول حاجة هعملها إني أنقذ العالم، تاني حاجة أفضل أتناول طعام كويس وأعيش حياة كويسة، وعلشان أعمل كل ده بقى لازم أحقق نتائج كويسة في البطولة دي. وبتبدأ المباراة وبيجري عليه خصمه وبيقول أنت مش بتعرف تستخدم السحر يالا، اعتبر خسارتك قدامي شرف ليك. أنا خبير في استخدام الرمح وتلقيت تدريب أكاديمي في المجال. لكنه فجأة وهو بيهجم على تشان مش بيلاقيه واقف قدامه. ده راح فين ده؟ بيظهر له فجأة تشان وبيقول له أنت أخرق في استخدام الرمح، وبيديله ضربة في بطنه يلزقها في ظهره، وبسرعة كبيرة جدا بيديله كمان واحدة في بقه بيكسر له اسنانه. بيستغرب تشان وبيقول انا مرضتش استخدم الرمح علشان هيسبب له اصابات بالغة، فاستخدمت ايديا بس وشكلي عملت له اصابات غبية. ده مبتدئ تماما، اكيد ده مش صياد وما ينفعش يبقى صياد. بتتصدم ليسيون من قوة تشان وبتقول ازاي ده كانت وظيفته الاصلية موظف في شركة تخزين، وبيقول لها التبع بتاعها مفيش اي حاجة بتقول ان الواد ده عنده سحر متراكم. هو علشان يقدر يوصل للمستوى ده اكيد فضل يجمع السحر لفترة طويلة، اكيد اللي هو عمله ده مجرد صدفة. فبتديله شوكولاتاية وبتقول له شاطر. بتبقى هي بتترقب وبتقول الراجل ده بيتعمد عدم استخدام السحر، هو ده ممكن اصلا؟ على الجانب الاخر داخل الحلبة بيقول تشان علشان اثبت لهم قوتي لازم انجز المهمة بشكل نظيف، وبيوجه الضربة الأخيرة للمقاتل اللي قدامه، فبيسقط على الأرض متكسر سنانه ومغمى عليه. كم أنت رحيم يا تشان. وطبعا باللي تشان عمله ده بيجذب انتباه سيون، وبتقوم تمشي كده وبتقول أنا لازم أقابل رئيس الجمعية. على الجانب الآخر تشان عمال يلطش لأي حد يقابله، واحد يقابله بشاكوش والتاني يقابله بسكينة والتالت يقابله بسيف، كلهم ضعاف جدا قدام تشان. ده حتى هو بيكون متضايق جدا وبيقول مفيش أي حد منكم ينفع يقف قدامي اصلا. لحد ما اخيرا بتوصل المقاتلة سانج اللي طال انتظارها، وهي دي المباراة النهائية. لما بيشوفها تشان بيقول يعني حاسس انك هتبقي احسن منهم، فبتقول له اكيد انت وصلت لكل اللي انت فيه ده دلوقتي بالحظ، عايز اقولك ان لحد ما انت وقفت قدامي حظك خلص. بيرد عليها ويقول لها هما ما بيدرسلكوش في المدرسة غير النصوص اللي مش مهمة دي. بتبدأ تخرج سيفها علشان تندفع ناحيته، وبتقول له كل اللي انت بتعمله انك بتلعب ملاكمة، انا مش شايفة من ناحيتك اي خطر. ساعتها بيفتكر الوحش اللي كان بيقاتله في العالم الاخر وبيقول انا عندي القدرة، بس لو استخدمتها عليكي ممكن اموتك من غير ما اقصد. اوه كان يضرب ولا يبالي. فبسرعة بتستعد سونج وبتندفع بكل قوتها ناحية تشان، وبنفس السرعة دي بتخرج سيفها وتضرب تشان، لكنه بيقدر يتفادى هجومها. ومن هنا بتظهر ملامح الدهشة على وش هان، ازاي قدر يتفادى سرعة البرق بتاعتي. في نفس الوقت بيحلل خاصية المغناطيس بتاعتها وانها بتقدر تخرجه بسرعة، حرفيا سرعتها اشبه بسرعة طلقة مدفع. فعلا مهارتها هي الافضل من ما بين كل اللي انا واجهتهم. بس بيقول لها في حاجة بقى في وسط كل ده فاتت عليكي، كل اللي انت بتعمليه انك بتركزي على الهجوم السريع، وبسبب سرعة الهجوم ده بتركزي في مسار واضح قدام العدو، فسهل عليا ان اتوقعك. بتقول ده هو لسه ما استخدمش التقنيات بتاعته واصبح في مستوايا، او بسرعة جبارة بتخرج سيف البرق وتهجم عليه تاني. بيتفادى هجومها للمرة التانية وبيقول لها انت مش بتتمتعي بالذكاء، فبتتضايق اكتر وبتهجم عليه للمرة التالتة. بيقول لها لو انت استمريتي على المنوال ده هيتضرر جسدك، انا بقول كفاية كده لحد هنا. وبينقض عليها بس قبل ما بيضربها بيقول لها لو حسيتي بألم ارفعي ايدك الشمال، وبيديها ضربة في بطنها يخرج اللي في بقها، وبينهال عليها بعدد كبير جدا من اللكمات، فبتسقط زي الاخرين مغمى عليها. ساعتها بيندهش كل اللي موجودين ازاي قدر يتغلب على الطالبة المتفوقة في الأكاديمية، ده قام بهزيمتها هزيمة ساحقة. ولما تشان بيبص عليها بيلاقي انها فعلا رفعت ايدها الشمال زي ما قال لها.
لها شاطرة يا هان. فجأة بيجري حد على معلق المباراة ويتكلم معاه، فبيقول معلق المباراة جدول البطولة اتغير، يا ريت يا تشان بعد إذنك تتوجه تاخد استراحة عشان هترجع تاني. بيقول تشان استراحة ايه؟ مش المفروض القتال اللي فات ده كان النهائي وانا كسبت؟ بيقول له لا، لسه في قدامك دلوقتي مباراة ما بينك وما بين صياد حقيقي. المباراة دي أقيمت بإذن خاص من رئيس الاتحاد. فجأة بيظهر حد قدامه بيقول له اسمك تشان صح؟ للأسف مفيش عندي طريقة تانية أتأكد بها من مهاراتك. أنا اسمي لي سيون، بعتذر عن حضوري المفاجئ. الفكرة بقى إن الولية دي بيكون معاها سيف حرفيا أطول منها، فبتقول لتشان لو حاسس إن الموضوع أكبر منك ممكن ترفض القتال معايا، لأن طبيعي تبقى كده قدام المصنفة رقم 10 على العالم. ما رأيك في أن تخوض مباراة معي يا تشان؟ بيقف تشان يتفرج على الهالة المنبعثة منها، واللي بيحس إنها مش مجرد خدعة، دي هالة قوية فعلا، ووقوفي قدامها مع عدم وجود رمح هيبقى صعب برضه، بس مفيش حاجة صعبة عليا، ده غير اني ما استخدمتش الكثير من الطاقة بتاعتي خلال المعارك اللي فاتت. وبتقول سيون بعد اختباره في المعارك اللي فاتت دي كلها هو الخصم المثالي ليا، فبيحمل هان الرمح بتاعه وبيبدأ يتوجه ناحية سيون. بيبدأ القتال بين تشان وسيون، بتبادر سيون بالهجوم عليه، بيتصدى ليها تشان بصعوبة. تشان مش عارف يخرج كل القوة من الجسد الضعيف ده. بيستمروا هما الاتنين في القتال أكتر من نص ساعة، وده عكس توقعات سيون اللي بتكون مفكرة إن آخر الواد ده قدامها 5 دقايق بالكتير. بتهجم عليه الهجوم الأخير، أنت كده جبت آخرك معايا. مشكلة تشان حاليا إنه مش عارف يمتص المانا من الهواء. المانا في المكان ده نادرة جدا، ما كنتش عايز استخدم التقنية بتاعتي بس مضطر إن أعمل كده. بتهجم سيون هجوم يكسر الأرض، بيتراجع تشان بعد الهجوم ده في اللحظة الحاسمة. بتستغرب سيون إنه تفادى الهجوم بتاعها، وبيخرج تشان اللهيب الملعون بتاعه. هي دي قوتي اللي انا افنيت فيها كل عمري، اللهب اللي مش بيحرق اي حاجة غير اما انا احددها له. بتستغرب سيون انه بقى اسرع، وبتهجم عليه لكنه بيتصدى لها بسهولة. ازاي قدر يتعافى ويرجع قوته في الوقت القصير ده؟ بتندفع بكل قوتها وعايزة تخلص القتال ده بقى، وبتاخد بالها ان كثافة المانا في الهواء بتزيد شوية وبتنقص شوية. ازاي حاجة زي دي بتحصل اصلا؟ فبيطلع ان اللهب ده بينبعث اثناء الاحتراق، فبيستنشقه تشان فبيتحول لمانا تاني، وهكذا وهكذا إلى دورة لا نهائية. بتهجم فجأة سيون تقطع تفكير تشان، وكل تفكيرها هو الواد ده هيفضل كده لحد امتى؟ القتال اللي بيحصل ده هو حرب استنزاف، وبيعدي من الوقت على القتال 4 ساعات و17 دقيقة، لحد ما بيجيب تشان آخره وبيقول لها خلاص كفاية كده، أنا بستسلم، خلي القتال ده ينتهي بقى. بعد ما بيخلصوا بتديله سيون شوكولاتيه وبتقول له أنا مبسوطة منك، أنت بذلت جهد كبير علشان كده دي مكافئتك، وبتديله مع المصاصة الكارت بتاعها. ممكن نبقى نقعد بعدين نتناقش في التفاصيل. ولحد هنا بتنتهي عملية اختيار الصيادين، والفائز هو تشان. ودلوقتي هو تم تعيينه صياد، بس صياد حر يقدر ينضم لأي منظمة هو عايزها، وبيدوله كمان تليفون هو اللي بيكون عليه رخصة الصياد، وبيكون عليه إشعارات الطوارئ والرسائل ووظائف الاتصال الخاصة بالجمعية. فجأة وبينما هو واقف بيدخل عليه الراجل ضخم جدا، وبيديله كارت الشركة بتاعته اللي اسمها تاي بايك، وبيكون عايزه ينضم للشركة دي ويبقى صياد فيها. بس هو بيفتكر سيون وانه وعدها انه هيكلمها، فبيقول له طيب سيبني افكر، ووقت ما افكر هبقى اكلمك. بيكلمه الراجل الضخم ده بطريقة تهديد، وبيقول له عايزك تفكر كده وتخلي بالك، اختار اللي لمصلحتك وكل عيش يا حمادة. ساعتها بيقرر تشان انه لازم يتجنب الراجل ده، باين عليه مفتري قوي. بعد كده بيكلم تشان سيون علشان يقابلها. لما بيقعد معاها بيقول لها ان في حد عايز يجنده للنقابة بتاعته، كان راجل ضخم كده وباين عليا اني ما ينفعش اهزر معاه اطلاقا. بتقول له انت تقصد هيون تاي بايك، بما انه حط عينه عليك فالنقابات الاخرى مش هتجرؤ انها تجندك. بيقول لها طب والمقولة دي بتنطبق برضو على النقابة بتاعتك؟ بتصدمه سيون لما بتقول له انا مش عايز اجندك اصلا. قال له امال انت عايزه مني ايه يا وليه؟ انت انا عايزاك تشتغل من غير ما تنتمي لنقابة، اقصد تبقى صياد حر. اللي كان بيعرضه عليك هيون اكيد كانت وظيفة مبتدئ. بيقول لها مبتدئ ايه؟ هو ايه الفرق ما بين مبتدئ والناس التانية اللي في النقابة؟ بتقول له بص يا سيدي، بيتم تقسيم رتب الصيادين داخل النقابة ل3 رتب.
مبتدئ ورئيس وشريك. الموظفين المبتدئين دول هم في الأساس موظفين بياخدوا رواتب منتظمة وبيكونوا تحت رعاية الرؤساء، بينما الشركاء في النقابة بيحصلوا على نسبة من الأرباح. بس انت بقى مش لازم تدخل النقابة وتقعد تجيبها من تحت قوي لحد ما تبقى شريك في النقابة. بيفهم على طول تشان وبيقول لها يعني انا لو بقيت صياد مشهور وحققت انجازات كافية فهم اللي هيجوا ينضموا ليا وهبقى انا شريك نقابتي. فبتديله شوكولاتايه وبتقول له شاطر انا مبسوطة منك. بيقول لها طب في مشكلة دلوقتي، انا لا عندي خبرة ولا معارف في المجال ده، هيبقى عليا من الصعب اني اعمل حاجة زي دي. بتقول له ما تقلقش يا عم، انا هعمل اتصالاتي وهظبط لك الدنيا دي وكل ده ببلاش يا عم. بيكون رده انت ليه بتحاولي تساعديني؟ بتقول له انها عايزاه لما يبقى مشهور في المستقبل يفتكر النقابة بتاعتها، نقابة الجنابي. وبتخرج له ظرف وبتقول له الظرف ده فيه مهمة تقدر تقبلها او ترفضها في مكان اسمه انتشون. من سنتين كده فشلوا انهم يقفلوا البوابات اللي فيه، فاصبحت المنطقة كلها منطقة متآكلة، فانا عايزاك تروح هناك وتقفل البوابات دي. فلما بيطلع تشان على المبلغ بيلاقي انه قليل جدا، $500 قبل تنفيذ و1500 بعد نجاح العملية، يعني $2000 على العملية خطر زي دي قليل جدا. بيرفض طبعا وبيقول لها المبلغ قليل. لا 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 لا. بتقول له والله لو ما عجبكش المبلغ لازم تصبح اكثر قوة واكثر شهرة، ساعتها هتفيض عليك الاموال حتى لو ما انتش عايزها. ها قلت لي ايه بقى؟ المهم بياخد تشان قراره وبتركب سيون العربية بتاعتها وبتمشي وبتتكلم في التليفون مع حد وبتقول له ان تشان ده شخص مش عادي، ده قدر يجتاز البطولة كلها من غير ما يستخدم اي اسلحة. بيقول لها لا 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 عادي، كل اللي قدامه كانوا مجرد ضعفاء بس. بتقول له طب ما هو قدر يصمد قدامي لاكتر من 4 ساعات. بيقول لها يعني انت عايزة تفهميني انك ما كنتش بتكبحي قوتك قدامه؟ بتقول له شوف انا بقالي 10 سنين في المجال ده عمري ما قابلت وحش بقوته. بعد كده بنروح للجزيرة اللي اسمها انتشون، والفكرة بقى انهم مش بيصطحبوا على الجزيرة دي غير الخبراء في القتال، فهل يا ترى تشان هيقدر انه يصمد فيها؟ الفكرة بقى انها بترسل معاه في المهمة البت اللي هو علم عليها واللي اسمها هان. قبل ما يوصلوا للجزيرة بشهر بيوصل طرد لتشان وبيتفاجئ ان الطرد ده موجود فيه رمح ضخم ومع حاجة اسمها اكسير، وده الصيادين بيستخدموه في الحالات الطارئة لانه بيحتوي على سحر مركز. ده بيكون غذاء الروح القتالية زي ما المية هي غذاء للجسد، لكن الصيادين العاديين بيقدروا يغذوا المانا بتاعتهم من الجسد بتاعهم. فالاكسير ده بقى بيسرع العملية دي، بينما تشان طريقة استغلاله للمانا غير طريقة الصيادين العاديين، لانه مش محتاج يخزن المانا في جسده زي ما قلنا قبل كده عشان بيقدر يحرقها ويستهلكها تاني. بس مشكلته بقى في القوة دي انها بطيئة جدا. بس هو حاليا لسه قدامه شهر على ما المهمة تبدأ. بعد شهر بقى بنتوجه للجزيرة اللي عليها المهمة، وبيدخل الصيادين ومنهم تشان اللي بيكون من الفريق الثامن، وبيسمع صيادين معاه في الفرقة بيكونوا مرعوبين وخايفين جدا من المهمة دي. لكن في وسط كل ده فجأة بينده عليه حد وبتطلع هان، فبيقول لها ايه ده شعرك مش واقف زي ما كنا في البطولة؟ بتقول له ايوه عشان الكهرباء مش عالية في دماغي دلوقتي فما تخليهاش تعلى عليك الله يكرمك، وعلى العموم احنا في نفس الفريق فايه رأيك نعمل مع بعض خلال المهمة؟ بيكون رد تشان عليها ليه ممكن اعمل حاجة زي دي؟ بتقول له علشان انت اقوى مني وهتعلم منك. فجأة بينده عليهم حد وبيقول الفرقة التامنة بما ان جميع الاعضاء متجمعين فانا عايز اعرفكم حاجات مهمة. احنا في بينا دلوقتي صيادين اول مرة ياخدوا مهمات، فيا ريت تفهموا اللي هقوله لكم. بيتم تصنيف بوابات الوحوش ل3 درجات، كلما اقتربنا من الدرجة الاولى الموضوع بقى اخطر، بينما في درجة مش مصنفة اصلا اسفل الدرجة الثالثة وهي تعتبر اقل خطورة فيهم وبدون رتبة وبيطلق عليها اسم الفا. بس مش مهمتنا ان احنا نقرب من الاماكن دي، مهمتنا ان لو في اي بوابات ظهرت جديدة غير اللي نعرفها لازم نقضي عليها. المهم اول ما بيوصل تشين على الجزيرة بيقول انا حاسس بنسمة غريبة في الهواء، جسدي كله على وشك انه يتجمد من القوة اللي هنا. وبيقولوا لهم لو انتوا احتاجتوا اي مساعدة تقدروا تطلبوا من البحرية اللي موجودة هنا على الجزيرة. بتبدأ الفرق تتجمع وبيخططوا هيعملوا ايه، فبيقاطعهم تشان وبيقول لهم بصوا انا هقترح عليكم اقتراح حلو قوي، احنا هنعمل القاعدة بتاعتنا في المكان اللي اسمه الفا ونبدأ نشتغل من هناك. فبيتريق عليه باقي الصيادين وبيقولوا له انت مين يا حبيبي، احنا ما شفناكش هنا قبل كده، هو انت مبتدئ؟ وسيبك بقى من الكلام ده كله، انت ايه العبط اللي بتقوله ده؟ بيقول لهم المكان اللي احنا هنروحه ده هنقدر نشوف منه كل اللي احنا عايزينه
عايزينه، والمبنى القديم اللي هناك هنقدر نستخدمه للإقامة. أعتقد كلامي واضح. بيقولوا له لأ طبعا في أماكن تانية نقدر إن احنا نقيم فيها، افرض اتحاصرنا من الوحوش بعد ما تسلقنا الجبل. بيقول لهم فين انتوا عبطوا يا جدعان، احنا مش بنقاتل آلاف الأعداء، عمرنا ما هنتحاصر هناك. بيقولوا له خلاص واحنا كمان عمرنا ما هنتبع صياد عديم الخبرة، يلا حبيبي العب بعيد. المهم بسرعة بيبدأ يتحرك تشان للوجهة بتاعته. الغريبة بقى إن في واحد غير هان بيمشي مع تشان، حتى تشان بيكون مستغرب مين الواد ده، أنا حاسس أصلا إن طاقته كمان أعلى من هان، واللي بيعرف إن اسمه كيم. وبيسأله انت ليه ماشي ورا 2 مبتدئين، لكن فجأة بيقف تشان وبيقولهم بس وقفوا لحد هنا بالراحة كده، بص ورا الصخرة دي. اول ما بيبص ورا الصخرة بيتصدم لما بيلاقي عدد كبير جدا من الوحوش. من الاحسن ان احنا نمشي من طريق غير ده بسرعة، العدد اللي قدامنا ده اكتر من 50 وحش. بيقول له تشان لا 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 اجمد كده، عرفني بس الاول ايه هي القدرة بتاعتك. بيقول له ما تقنعنيش انك عايز تقاتلهم. بيقول له تشان ايوه مش المفروض الصيادين بيقاتلوا المخلوقات دي عادي، انا هسألك مرة تانية وتقول لي ايه هي قدرتك. ساعتها بيضطر يجاوبه وبيقول لي قدرتي هي النار. فبيسأله تشان طب ايه هي اكتر تقنية قوية عندك وبتثق فيها. بيقول له اجمد حاجة عندي هي كرة النار. ساعتها بيصدمه تشان لما بيقول له اول ما اديك الاشارة عايزك تهجم على طول. بيكون رد كيم بتقول بتقول له هان طيب وانا دوري هيكون معاكوا ايه، لكن كيم مش مقتنع ابدا انهم هيقدروا يتغلبوا على اكتر من 50 وحش. انت بتقول ايه يا عم ما تهزرش، ازاي عايز تعمل كده في مهمتك الاولى. بيقول له تشان طيب انا هفهمك، افرض يا عم دلوقتي احنا اتصلنا بالصيادين التانيين اللي موجودين حوالين عبر اللاسلكي، ايا كان مش هيقدروا يوصلوا لنا في الوقت المناسب، لان احنا دلوقتي موجودين في وسط الجزيره، بينما هم متفرقين في اطراف الجزيره واكيد هيقابلهم وحوش، ولو احنا فكرنا نسيب الوحوش دي ويمشي اكيد هيقابلوا اي حد من اتباعنا وممكن ياذوه، فمن الاخر كده مفيش قدامنا حل غير القتال. ساعتها بيصدق كيم وبيقول فعلا عنده حق. بيقول له تشان فاحنا المفروض دلوقتي نتصرف في الوضع ده، الخطة اللي هنمشي عليها دلوقتي هي خطة الهجوم المفاجئ. وبيبدأ يشرح لهم الخطة بالملي وبحذافيرها، لدرجة ان كيم بيتصدم من دقته وطريقة الشرح بتاعته، وانه بيحسب لأي حاجة في المعركة، حرفيا بيتوقع كل سيناريو ممكن يحصل. انا حاسس ان الشخص ده خاض قبل كده معارك لا حصر ليها، يا ترى ايه هي هويته الحقيقية. وبيبدأوا بتنفيذ الخطة فعلا وبيندفع كيم، وبسرعة بيطلق كرة نار ضخمة جدا على الوحوش، ما بتلحقش الوحوش تهرب وبيتعرض اغلبهم لضربة مباشرة. وبيعرف كيم تشان انه محتاج شوية وقت علشان يقدر يستعد بكرة نار تانية. بيقول له طيب لما تبقى مستعد اطلق كرة النار اللي عندك. بيندفع تشان بكل سرعته وسط الوحوش ويطيح بهم واحد تلو الاخر، وضرب هنا وضرب هنا، مفيش اي وحش منهم بيقدر يقف قدامه. وبتقف هان قدام كيم بالسيف بتاعها علشان تحميه من اقتراب اي وحش ليه، وده على ما يحضر الكرة النارية بتاعته. ولما خلاص بينتهي من تحضير الكرة التانية بيقول له تشان اطلقها، مالكش دعوة وانا هتفاداها. ولما فعلا بيطلقها بيتفاداها تشان بسهولة، وبعد شوية وقت بتهدأ الاوضاع، ومعاها بيتم قتل كل الوحوش اللي موجودة قدامهم. لكن المفاجأة ان كيم بيرفع سلاحه على تشان، لكنه طلع بيهزر ومش هيخونه ولا حاجة، وبيقول له لا لا ابعد على جنب انا عايز اضرب عليهم. وبيطلع يا سيدي السلاح اللي في ايده ده هو علامة او ماركة على الاعداء، علشان بعد ما المهمة بتنتهي بيجي تاجر خردة وبياخد الحاجات المهمة من الوحوش دي، وبيعطي نسبة للصياد من الارباح. فبيقول له تشان طب ما انت ممكن التاجر يضحك عليك عادي يعني. بيقول له لا طبعا، ما انت علشان كده بتعثر على حد موثوق. لكن وبينما هم بيتكلموا بيكون في حد بيتربص لهم، وفجأة بيطلع لهم وحش ضخم جدا يهجم عليهم، لكن تشان بيسحبهم بعيد وبينقذهم قبل ما الوحش يضربهم. الفكرة بقى ان اللي باين على الوحش ده انه اقوى من كل اللي فاتوا دول، شكله زعيم من الفئة المتوسطة، وفي كمية قوة سحرية متدفقة منه عالية جدا. فعلى طول بسرعة بيأمرهم تشان وبيقول لهم انا هتولى امره، اوعى حد فيكم يتدخل نهائي. بيحاولوا يقولوا له انهم يقدروا يهجموا معاه عادي، لكنه بيقول لهم مفيش حد يرد عليا، استخبوا ورايا زي ما قلت لكم، لو عملتوا اي حاجة غير اللي انا بقول لكم عليها دي هنرجع كلنا في اكياس جثث. بيتصدموا هما الاتنين من جدية تشان في الموقف ده، وبيبدأ يتقدم ناحيته تشان لوحده، وبيقفوا هما الاتنين فعلا وراه زي ما امرهم. وبيكون كيم عايز يتدخل لكن هان بتمنعه،
وبتقول له ما تحاولش يا كيم، احنا واثقين في تشان انه هيقدر يتغلب عليه. في القتال بقى بيكون كل اللي بيعمله تشان انه بيتفادى هجمات الوحش بس، وبتستغرب جدا هان من الطريقة اللي بيتقاتل بيها، لانه بيهجم على الوحش هجمات مأرية جدا واي حد يقدر يتفاداها. والاغرب ان في لهب اسود بيخرج من الرمح. تقريبا اللي بيعمله دلوقتي انه وصل لمرحلة انه بيتلاعب بالوحش. هو المفروض ازاي ده يكون صياد مبتدئ زيه زيي؟ قطعا مستحيل. وفي اخر حاجة بيعمل تشان حركة استعراضية جامدة جدا، بيتفادى الوحش لما بيهجم عليه وبيرمي الرمح بتاعه لفوق، فبيتأرجح في الهواء لحد ما الوحش بيقرب منه، وفي اللحظة الحاسمة بيقع النصل في نص دماغ الوحش يقتله. ده ايه الجمدان ده يا ابني؟ ساعتها بيقفوا هما الاتنين مبرقين مش مصدقين، ازاي ده احنا كنا شايفينه بعينينا قرب يخسر من الوحش. فجأة لقينا الوحش بيقع على الارض وبيسقط في نص دماغه الرمح. وبيسأل تشين كيم وبيقول له هو من العادي كده ان الوحوش دي تظهر هنا في ارجاء المكان؟ بيقول له لا خالص، المفروض ان المنطقة دي من الدرجة الثالثة، وفي المنطقة اللي احنا قاتلنا فيها الاكتر من 50 وحش دي هي منطقة الفا، يعني غير مصنفة اصلا. فمعنى كده ان منطقة الفا دلوقتي تم رفع درجتها للمستوى الثالث. ساعتها بيتصدم كيم وبيقول انت لو كلامك صح دي تبقى مصيبة، كده كل الصيادين اللي موجودين على الجزيرة مفيش اي حد منهم هينجو، هما مش هيقدروا يقفوا قدام الدرجة الثالثة، احنا لازم ننقذ جميع الصيادين. لكن على عكس المتوقع بيرفض تشان. هو انا المفروض ازاي انقذ جميع الصيادين اللي بيتجولوا في الجزيرة لوحدي؟ انا عندي حدود برضه، في حاجات ما اقدرش اعملها، بلاش عبط. انا مهمتي مش اني انقذ الصيادين المعرضين للخطر، انا مهمتي مقتصرة على البوابات اللي من فئة الفا. ده غير كمان ان العمل اللي احنا بنعمله ده دلوقتي متوقع ان ممكن اي حد يموت فيه. بتقول له هان طب انت لو مكان الصيادين دول كنت هتعمل ايه؟ اكيد كنت هتشعر بالظلم والاستياء وتتوسل علشان حياتك، فعشان كده لازم ننقذهم زي ما نحب ان حد ينقذنا. بيقول لها تشان انا ماليش دعوة بمشاعر الناس، انا ليا دعوة بنفسي بس. في ناس كتير قوي في العالم ده بتموت احنا ما نعرفش عددها، وانا مش هقدر امنع حاجة زي دي انها تحصل، فما تخلوش الظروف المأساوية تأثر على قراراتكم. بعد كده بيحل عليهم الليل وبيتوجهوا لإحدى البيوت اللي موجودة في الجزيرة، وبيتفقدوها كويس واللي ما بيكونش فيها أي أثر لوحوش. وزي ما تشان قال من خلال المكان ده بيقدر إنه يراقب الصيادين التانيين اللي موجودين في الجزيرة كلها، وبينما هم قاعدين في المكان ده بيفهمهم كيم وبيعرفهم عن لب منطقة التآكل، ودي هي المنطقة اللي بيظهر منها الكائنات المتوحشة، فهم لو دمروا المنطقة دي ما عادش هيظهر منها وحوش تاني. وبعد شوية بتنام هان وكيم، فبيحط تشان جنبهم جهاز انذار لو اقترب منهم اي وحش، وبيبدأ يتحرك علشان يحاول ينقذ اي حد، لكنه فجأة بيحس بوجود وحش قوي جدا. لكن لما تشان بيشوف الوحش ده بيكون ضخم لدرجة محدش يتخيلها. على الجانب الاخر بنتوجه لجمعية الصيادين، وهناك بيتم تبليغ القائد ان اشارات الفرقة رقم 5 ما عادتش موجودة، وان في وفيات منهم. وعندنا تقرير كمان بيقول ان الوحوش بتتحرك بطريقة منظمة، وفي حالة وفاة ما بين صيادين الفرقة رقم 3. ازاي كل ده بيحصل في منطقة رتبتها منخفضة؟ دي حالة طارئة، احنا محتاجين لتعزيزات، لازم نفعل شبكة الاتصال الطارئة دلوقتي حالا، محتاجين تعاون من الصيادين اللي في المناطق المجاورة. وفجأة بيظهر لهم على الرادار ان في شخص بيقترب من المنطقة الفا، لازم تبلغوه فورا انه يتوقف وما يكملش والا هتنتهي حياته. وبيكون الشخص المتوجه ناحية منطقة الفا ده هو تشان، اتصلوا بيه فورا وتأكدوا انه على قيد الحياة ولسه ما ماتش، احنا عمرنا ما مرينا بمنطقة وصلت للدرجة دي قبل كده. لما بيتصلوا بتشان بيكون بيهرب من الوحش الضخم ده، فبيقول لهم انا عمال اتفادى الوحش ده بالعافية ايها الاوغاد المجانين، مش المفروض تقوموا باعطائنا معلومات صحيحة؟ ازاي هتعامل مع الوحوش دي دلوقتي؟ انتوا جمعية كلاب اغبياء متخلفين. فبيقول احد الموظفين اوطي الصوت علشان ما نسمعش الشتائم اللي بيقولها، انا لما ارجع لكم هحفر في وشوشكم مناطق وحوش عشان ما تعرفوش تبصوا تاني. وبكده بيتم تأكيد نجاة تشان. بيكون تشان عمال يهرب وبيقول الهيب اللي عندي دلوقتي مش هيقدر يقضي على الوحش ده غير ان كده كده محتاج انهك الوحش الاول علشان اقدر اقضي عليه، وطبعا الوحش ده قوي جدا ومش هقدر ان انا افرهده، ده غير ان انا فقدت الكثير من المانا في القتال اللي فات، فانا دلوقتي محتاج اي حاجة في الجزيرة الملعونة دي املى بيها قوتي. وبينما هو بيهرب بيلاقي قدامه البوابة بتاعة المنطقة الفا، فبيتوجه ناحيتها
عليها بكل سرعته وبيقفز فيها. على الجانب الآخر في المقر بيتم فقدان إشارة تشان، لأن الصياد تشان دخل منطقة ألفا. لما بيدخل تشان للفضاء ده بيستغرب إنه فاضي كده وشكله كويس، مش زي ما كان متوقعه خالص. واللي كان يعرفه عن المنطقة إنها المفروض ما بتبقاش واسعة للدرجة دي، ما بالك بقى بحجم المناطق المصنفة رقم 1 ورقم 2. وفجأة بيظهر قدامه الوحش البنفسجي الضخم وبيهجم بكل سرعته على تشان. ساعتها بيبدأ يستخدم تشان اللهب الأسود، وهيقدر دلوقتي يستخدمه بكل حرية ومش خايف على أي حاجة، حتى يعني لو الموضوع كبر منه فمش هتفرق معاه. ولما بيستخدم قوته الكاملة بتبدأ الصواعق تخرج من حواليه، والصواعق دي اللي بينتجها قلبه. حرفيا تشان في أعلى مراحل قوته دلوقتي، اللهب بتاعه بيتغير من اللون الأسود للون الأزرق، وبسبب القوة المفرطة اللي خرجها دي بيلتف حواليه عدد كبير جدا من الوحوش الضخمة دي. وباستخدام قوته الكاملة لما بيخرجها حرفيا بيفجر العالم ده كله. الفجوة كلها بتبدأ تتدمر بما فيها من وحوش. ساعتها بيقول أنا أصبحت أقوى بكتير مما كنت قبل كده، بس ده برضه لا يقارن بما أنا كنت عليه في العالم الآخر. ولما بتهدأ الأوضاع وبينما تشان واقف بيلاقي هجوم جاي من ظهره. أول ما بيشوفه بيتفاداه في اللحظة الأخيرة، وبنعرف إن هو ده الوحش جوهر البوابة. يعني أول ما هيموت البوابة هتتقفل، واللي بيكون مستواه في حتة تانية خالص. فبيقف قدامه تشان وهو عارف إن اللي قدامه ده قوي جدا وما بيديش فرصة وبيندفع عليه بكل سرعته. لكن الوحش ده بيقدر يصد الضربة دي، لكن رمح الوحش ما بيقدرش يصدها، فبيتكسر وبينجح تشان إنه يخترقه بسهولة. وده حصل لأن تشان استخدم تقنية جامدة جدا وحول الرمح بتاعه بعد الهجمة الأولى ل4 رماح. لكن الوحش بيقوم بسرعة وبينقض عليه، فبيتفادى تشان الهجوم. وفي اللحظة المناسبة اللي بيستغلها تشان بيخلص على الوحش. وبتحصل بعد كده حاجة غريبة جدا، الوحش مش بيختفي بعد ما بيموت، ده بيتحول لصندوق في ايد تشان. على الجانب الآخر في المقر لسه بيكونوا مش عارفين ايه اللي حصل، وعمالين بيصيحوا كده جميع الصيادين هيموتوا. كفاية تشان الاتصال اتقطع بيه وزمانه ميت دلوقتي. تقريبا كده انتهت كل حاجة. لو ما حصلتش معجزة دلوقتي فانا هضطر اني اتفرج على الصيادين وهم بيتبادوا. فجأة بيزعق حد وبيقول في رسالة وصلت من الصياد تشان. بيقول له ازاي؟ اعرضها لي بسرعة. والرسالة دي بتقول تمت ازالة منطقة التآكل ألفا من الجزيرة، وتم القضاء على جميع المخلوقات المتوحشة اللي انا شفتها. بيقف القائد يتفرج وهو مصدوم، اكيد دي معجزة، ازاي ده حصل؟ على الجانب الاخر من الجزيرة هان وكيم عمالين بيقاتلوا الوحوش، وشكلهم متبهدل وبقالهم كتير قوي عمالين يقاتلوا، لدرجة انهم بيقفوا في وسط الوحوش. هل احنا هنقدر نرجع احياء فعلا؟ احنا دلوقتي وصلنا لحدودنا ومصابين بشدة، بالكاد نستطيع الصمود. وفجأة بيهجم عليها وحش فبتحاول تتصدى ليه، لكن رجلها بتخونها والوحش خلاص هيهجم عليها، فبتكون خلاص هتتعرض للقتل. فجأة كل الوحوش اللي حواليهم بيموتوا، اكيد طبعا اللي جه لحقهم هو تشان يعني. وبيتم نقل كل المصابين اللي على الجزيرة. والاتنين اللي كانوا بيتريقوا عليه في الاول وبيقولوا له انت صياد مبتدئ ما بيصدقوش انه قدر يتغلب على وحش من المستوى الثالث. وبينما تشان قاعد مع اصحابه بيدخل عليه حد وبيقول له انا رئيس الفرع الثالث، رئيس البلدة عايز يقابلك. بيروح بعد كده تشان علشان يقابل الرئيس، وبيكون كل اللي بيفكر فيه يا ترى هو عايزني علشان يتفق معايا بما اني قتلت وحش من المستوى الثالث. شكل كده محتاج افكر في سعر غير اللي اتفقنا عليه. لما بيوصل بيستقبله مسؤول الاتصالات اللي اسمه بيلجي، وبيعرفوا ان رئيس البلد مستني المقابله دي بفارغ الصبر، كل الاجتماعات اللي كانت عنده وقفها علشان يقابلك. بيرد تشان في يا جدعان انتوا مكبرين الموضوع كده ليه؟ انا ما عملتش حاجه كبيره يعني. بيقول له لا 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 لا، صياد مبتدئ يدمر مصدر تهديد من الدرجه الثالثه لوحده؟ حاجه زي دي ما حصلتش من ايام اول صياد ظهر. بيوصل تشان عند العمده واللي بنعرف ان اسمه بارك، وبيقول له ايها الصياد تشان انت قدمت خدمه كبيره جدا للبلد. بصفه العمده الجزيره دي كانت مصدر صداع كبير جدا ليا، وكان لازم اتعامل مع الخطر اللي فيها، وفي نفس الوقت الميزانيه كانت محدوده جدا، وزي ما انت عارف اني لو وظفت اي نقابه هيبقى الموضوع غالي قوي. بيقول له تشان ودي اتحلت اهيت بفلوس قليله. بيقول له ايوه
انا سمعت ان دي اول مهمة ليك ايها الصياد تشان، يعني شخص عظيم زيك بدأ في جزيرة انتشون. بصفة العمدة انا فخور جدا بيك. احنا يا تشان في جمهورية كوريا الدولة الاكثر امانا في العالم، وانتشون دي هي احدى المناطق الاساسية لهذه الدولة العظيمة. ايوه يعني برضو عايز ايه؟ ده انت لكاك جدا. الاموال الضخمة كلها بتتدفق عبر المدن الدولية اللي في انتشون، طبعا ده بيتنقل في المطار اللي موجود هناك. انا بضمن لك ان طريقك كصياد يكون سلس وممهد بالنجاحات. ايوه برضه يعني عايز مني ايه؟ وبيفتكر انه من شوية قبل ما يقابل العمدة بيسأله جي وبيقول له انت ليه شغال صياد؟ وكان رد تشان عليه، عارف انت لما المرحاض بيبقى مسدود وعمال يخرج قذرة، اهو لازم في شخص يخوض في المية القذرة بتاعته علشان يسلكه. ونعم التشبيه والله يا ابني. بيقول له جي طيب بس حبيت اقول لك انك باين عليك صياد موهوب، وهتبقى مشهور وهتتمتع بشعبية كبيرة، والشركات هتجري وراك علشان تصور لها اعلانات تجارية، وممكن كمان يتبعت لك دعوات من برامج شهيرة وعروض عشان تشارك فيها. بتمنى ان الشهرة ما تدمركش زي ما دمرت اللي قبلك، وتنسى في النهاية واجبك ناحية الوطن اللي انت عايش فيه، لان على الجانب الاخر في مناطق خطيرة جدا فيها وحوش اخطر. كوريا هي المكان الامن الوحيد اللي متبقي، وبيطلق عليها الملاذ الاخير على وجه الارض. بس خلي بالك علشان الملاذ ده بيتأثر برأس المال. اللي انت انجزته المرة دي كانت حاجة كبيرة جدا، الناس كلها هتهتم بيك. بتمنى انك تفضل لهم منارة امل يا سيد تشان. وبنرجع من الفلاش باك لتشان والعمدة، وبيتكلم تشان مع نفسه وبيقول من سوء حظهم ان انا عشت سنوات طويلة جدا وعانيت طول السنوات دي، فعمري ما هتأثر بحاجات زي دي، يعني ما يفرقش معايا لا فلوس ولا شهرة ولا اي حاجة من دي. وبيقول للعمدة بقول لك ايه، من الاخر كده كل اللي انت بتلف حواليه ده اكيد فيه مقابل، عايز ايه؟ انا بتوقع انك عايزني ازود شعبية الرئيس علشان الناس تنتخبه. بيتحرك كده وبيقول له انت بتفهم بسرعة، التليفونات الذكية دي بقى فيها كل حاجة النهاردة. بيقول له تشان المفروض ان ولايتك هتنتهي في العام المقبل، واعادة الانتخاب هتبقى امر صعب جدا، فانت عايز تستغل شهرتي. بيقول له الرئيس انت صريح قوي، قول لي بقى ايه رأيك في الكلام ده؟ وبعدين انت مش كنت محتاج اذن من مجلس مدينة انتشون؟ بيفكر تشان وبيقول انه فعلا كان محتاج اذن رئيس البلدية علشان يدخل للمنظمة، وهيسهل لي الدنيا جدا فعلا، بس في الاخر هينسب الفضل لنفسه في الوجبة اللي طبخها. وبيعرض عليه الرئيس كمان انه هيخليه واجهة لشركة القهوة بتاعته، هحط صورتك على العلبة. بيتضايق تشان وبيقول له بص يا رئيس البلدية، يمكن انت شايفني رخيص في نظرك، بس انا مش كده خالص، وعايز اقولك ان كل الحاجات اللي انت بتدعي انك هتديها لي انا هقدر اخدها بنفسي من غير ما اقدم لك اي حاجة. بيقول له العمدة لا لا استنى بس، ده انا هقدر اجيب لك طلبات امنة وذات اجور عالية. بيقول له تشان عرضك غير مثير للاهتمام بتاتا، وبيسيبه ويمشي وبيقول له بلغ تحياتي للي انت حاطط صورتها على شركة القهوة بتاعتك عشان هتكون مضطر تجدد عقدها. على الجانب الاخر في احدى الاماكن اللي ما نعرفهاش بيشوف حد الفيديو بتاع تشان، وبيكون في القتال اللي كان ما بينه وما بين سيون، فبيضحك كده وبيقول حلو قوي، فربنا يستر عليك يا تشان يعني. بعد كده بيتم اصدار تصنيفات الصيادين لسنة 2025، واللي بيكون ده مصدر اهتمام العديد من البشر. يا ترى مين اللي حصل على المركز الاول الشهر ده؟ وبتوصل القائمة دي لرئيس الاتحاد، وطبعا بتكون بتترقبها سيون، وتشان اللي بيدخل يبص على القائمة هو كمان. وبيكون في المركز العاشر الآنسة سيون كما هي الحال، وفي المركز الخامس مقاتلة اسمها كيم هيون، بينما في المركز الثالث مقاتل اسمه روم، وفي المركز الثاني سوك، بينما في المركز الأول بيلاقي حد بينده عليه وبيقول له أستاذ تشان جه الوقت يلا علشان تخرج. وبيطلع إنهم عاملين لتشان مؤتمر ضخم جدا، لأن إزاي صياد مبتدئ قدر يتغلب على تهديد من الدرجة الثالثة. وبيقعدوا يسألوه هل فعلا يا ترى أنت ما تلقيتش أي مساعدة من الصيادين الآخرين؟ بيقف قدام كل التساؤلات بتاعتهم وبيقول لهم أنا حاسس إن أنا طفل في عرض مواهب، أنا عندي ميعاد مهم تاني هجاوب على آخر سؤال بس. فبيطلع له واحد شبه سبع البرومبا وبيقول له الناس فضولية بشأن تحركات
صيادة شان المستقبلية، يا ريت تقول لنا عقليتك بتفكر ازاي كصياد. بيقول له فكك من اللي بيتقال، انا هبذل قصارى جهدي وهطبق عملي، من الاخر كده هفرجكم النتائج. بعد كده بنروح مع تشان للميعاد التاني، وبيكون راكب طيارة وتحته عدد ضخم من المباني المتكسرة واقعة، وبيقول له حد المنظر وحش صح؟ من ساعة ظهور الوحوش ومعظم الدول فقدت قدراتها الإدارية، بس كوريا الجنوبية هي الوحيدة اللي أصبحت دولة قوية. دي مش بس بتحمي بلدها، دي بتحقق تقدم تكنولوجي كبير. المروحية اللي احنا راكبينها دلوقتي تعتبر جزء من التكنولوجيا دي. ده اللي حصل للدول اللي ما قدرتش تتكيف مع مصادر التآكل. حرفيا اختفت العديد من العواصم، ممكن ننزل وتلقي نظرة واحنا تحت. من أخطر 8 أماكن في العالم هو سجن الموت. من 13 سنة ظهر سجن الموت ده، وفضل يكبر من مركز المدينة في دايرة ضخمة. كان في هناك ناس نجت بأعجوبة، لأن الباقيين تم جرفهم بدون فرصة للنجاة. وفي غضون أيام قليلة اختفت مدينة كاملة دون أي أثر. فبيتكلم تشان مع نفسه وبيقول كويس إن هو قال لي معلومات أنا معرفهاش، بس ده إيه علاقته بقى بإن هو عايز يقابلني؟ بالمناسبة اللي قاعد جنبه ده هو رئيس الاتحاد، وفجأة بيلاقيه بيقول له من بضعة أيام جالي سونج اللي هو من نقابة تاي بايك، الراجل الضخم ده، وكان منزعج جدا انك ما انضمتش للمنظمة بتاعته، وسألني عن المكان اللي انت موجود فيه. طبعا انا مرضتش اقوله علشان دي معلومات شخصية، بس عايز اقولك انه هيحاول يجبرك على الخضوع. بيقول تشان شكلهم مزعجين قوي، وانا بقوتي الحالية مش هقدر اهزمه. وبيقول له كمان رئيس الاتحاد شكلك كده من الافعال اللي انت بتعملها انك بتحب تشتغل لوحدك، لو ما انتش عايز المنظمة دي تقرب منك لازم تزيد نفوذك، وهتقدر تزود نفوذك لما تعمل المهمات اللي انا بقترحها عليك. بيبص له تشان وبيتكلم مع نفسه وبيقول زي ما انا توقعت، كان بيلف اللفة دي كلها علشان مصالحه الشخصية. بيقول له تشان طب المهمات دي انت مش هتديها لي ببساطة كده، اكيد في حاجة انت عايزها. بيقول له طبعا هتعترف ان انا ساعدتك وهتخليك فاكر بس حاجة زي دي. فبيتكلم تشان مع نفسه وبيقول صفقة مش وحشة خالص، اكيد طالما مهمة من الرئيس فهتبقى كويسة اني اكسب بيها نفوذ. قول لي بقى المطلوب مني في المهمة دي اني اعمل ايه؟ بيقول له هتخلي بالك من سفينة شحن، من الصعب نقل الضروريات اليومية، فاحنا عايزينك تحميها. وبيطلع الحاجات اللي هتتنقل على السفينة دي رولكس وخزف فاخر ونبيذ وحاجات فاخرة جدا، من عربيات غالية لساعات اغلى. لما بيقرأ تشان الكلام ده بيقول هي دي الضروريات بالنسبة لكم؟ ياه ده الضروريات اتغيرت اخر 20 سنة قوي. بيقول له الرئيس ايوه طبعا دي ضروريات يومية بالنسبة لناس تانية، انا كنت مفكرك هتتفهم حاجة زي دي. بيقول له تشان انا بجد مش فاهم ليه ممكن دولة ذات حكومة منهارة تحتاج حاجات زي دي. بيقول له لان كده كده الدول بتنهار بسبب التآكل، لكن العلاقات الدولية لها معنى قوي جدا. بيقول تشان يعني الحاجات اللي بتتنقل دي هي ضرورية للحفاظ على سير العلاقة ما بينكم بسلاسة، فانا مضطر بقى في الحالة دي اني ارفض العرض. بيقول له الرئيس استنى يعني ايه بترفض؟ الموضوع ده في غاية الأهمية بالنسبة للحكومة الكورية. بيقول له تشان برضو مش هغير رأيي، من الحماقة ان ينغمس الواحد في قلب السياسة. بيقول له رئيس الاتحاد اللي انت بتعمله ده وقاحة، انت مجرد صياد مبتدئ ولسه طالع وعظمك طري، شكل الاهتمام المفرط بيك بوظك. لكن تشان ما بيعبروش وبيرمي الورق من الطيارة، وبيقف على باب الطيارة وبيقول له أنا استمتعت برحلة الهليكوبتر، أنا من هنا هكمل سباحة بقى. وبيقفز تشان من على الطيارة، فبيزعق الرئيس وبيقول الأطفال اليومين دول ما بيحملوش أي تقدير. وبنوصل بعد كده لميناء انتشون، وبينما أحد العمال واقف بيلاقي تشان خارج له من المية، وبيقول تشان أنا كنت مفكر إني هموت، يخرب بيت قراراتي المتسرعة اللي هتوديني في داهية. بيقول له العامل اللي واقف بصراحة أنا معرفش إيه اللي حصل، بس أنت عملت اللي عليك إنك وصلت لهنا أصلا. بعد ما تشان بينشف نفسه بيقول كل اللي أنا محتاج أعمله دلوقتي إني أستعيد قوتي، وعشان أبقى شخص رئيسي مش هتأثر بأي شخص آخر. ولما بيفتح التليفون بيلاقي إن في مهمة وصلته، والمهمة دي محتاجة صيادين علشان يشوفوا الضحايا اللي اتخطفوا في جزيرة تسوشيما. شكل كده هبقى مشغول لبعض الوقت. بيقول لك بقى يا سيدي وبينما الصيادين بيصطادوا في حاجة غريبة حصلت، ظهرت لهم
لهم بعض الكائنات اللي موجودة في جزيرة تسوشيما، والفكرة انهم ما بياكلوهمش او يموتوهم، لا دول بيخطفوهم، وده بحسب الكلام اللي الناس اللي نجوا قالوه، وقالوا ان في صيادين تم اسرهم لسه على قيد الحياة. فمهمتك دلوقتي يا تشان انك تتوجه لمصدر التعرية اللي هناك ده وتقضي عليهم. لا اكيد مش هتقضي على الصيادين، يعني هتقضي على الوحوش. لا لا لا، ركز كده معايا ركز. وقيمة المكافأة دي هي 55 مليون، يعني بتاع 35 ألف دولار. بيبدأ يفكر تشان إنه هل هيقدر يتعامل مع الموضوع ده لوحده، ولو قدرت أعمل كده فعلا لوحدي هحصل على شهرة هائلة. واللي أنا أعرفه دلوقتي عن مصادر التعرية دي إن المستوى الثالث بيضاهي قوة دبابة زي اللي أنا تغلبت عليه من فترة، بينما اللي من الدرجة التانية بيعد بمثابة كارثة طبيعية، بينما لو هي كارثة من الدرجة الأولى محتاجين الكوكب كله يقف ضدها. فأنا بقدر أتعامل مع تهديد من الدرجة التالتة، بس هل يا ترى هقدر أتعامل مع تهديد من الدرجة التانية؟ أنا محتاج شخص يبقى معايا، بس ما أعتقدش إن في حد ممكن يساعدني في حاجة زي دي. بس لا، في شخص ممكن يساعدني. وبنروح مع تشان بعد كده وهو متوجه للمهمة، والشخص اللي جه في باله هيصطحبه معاه هي هان، وهي بتسأله يا ترى احنا قدامنا قد ايه ونوصل لجزيرة تسوشيما. بيقول لها يعني تقريبا في حدود ساعة كده، عايزك تستريحي كويس قوي علشان المعركة على الجزيرة دي هتبقى صعبة جدا. وهي بتسأله على المعدات اللي لابسها، فبيقول لها دي من تاجر الخردة يا ستي، اداهم لك هدية علشان بتعامل معاه. بتقوله طب ما تاجر الخردة اللي انا بتعامل معاه ما عملش معايا كده. بيقول لها اكيد الفرق ما بيننا واضح، انا نجم صاعد تعاملت لوحدي مع مخلوق من الدرجة الثالثة، وانت مجرد صياد مبتدئ بيحمل لقب متفوق الأكاديمية. لو انت متضايقة محتاجة تزدادي قوة وشهرة. وفعلا بيقربوا من الجزيرة وبتكون الهالة المظلمة جاية من هناك، حرفيا ريحة الموت بتملأ الأرجاء، وموجود حواليهم 5 سفن متدمرين. فبيقول لها طب احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نتسلل من جنبهم. فبتقف هي كده على المية وبتقول له زي ما انت شايف. بيقول لها اوبا انت عندك النوع ده من الموهبة، وبيمسك فيها تشان وبتبدأ هي تجري على المية، وهي بيطلب منها انها تنزله عند اقرب سفينة، لان كل ما بيقربوا بيحس بقوة المانا. وفعلا لما بيوصلوا هناك بيشوفوا كده وكأن في شخص موجود، لكنه بيقفز بسرعة وبيقول لها لا لا، الحركات دي مش حركات بشرية، دول وحوش. وفعلا لما بينزلوا على اول سفينة بيكون فيها عدد كبير جدا من الوحوش بيبص عليهم، فبخبطة واحدة بس من رجل تشان على الارض بيموتهم كلهم. وبيلاقي ان هنا عمالة بتستهلك جزء كبير جدا من طاقتها وبتقتل فيهم. فبيقول لها الوحوش دي مش مستاهلة كل القوة دي، هدي نفسك شوية، انت كده هتستنزفي كل قوتك في لمح البصر. انا اقدر اعلمك تبقى اقوى مما انت عليه بعدة مرات لو سمعت الكلام كويس. وفي خلال ثواني بتكون خلصت على كل الزومبي اللي موجودين في السفينة دي، وبيوصلوا بعد كده على الجزيرة. وبيكون تشان عنده معلومات ان الرهاين موجودين في المعبد، فبتقول له هان تقريبا في الجزيرة دي معبدين، بس المعبد اللي اسمه غيجين اقرب لينا من المعبد التاني. فبيقول تشان لو احنا رحنا الموضوع هيبقى سهل، بس طريق العودة هيبقى صعب جدا، لان بحسب الشهود في المفروض موجود 15 رهينة، فهتستمر الوحوش المتآكلة في انها تطاردنا بلا نهاية. احنا محتاجين وسيلة نقل. وفجأة بيبص قدامه وبيلاقي عربية، فبتسوق هان وبتكون سواقتها زي الزفت. تسمعي انت عن حاجة بنضغط عليها اسمها الفرامل؟ وبيكون بيجري وراهم عدد ضخم جدا من الوحوش، فبيطلع تشان على سطح العربية وبيبدأ يهجم عليهم، لكن الزومبيز دول بيكونوا موجودين في كل مكان وبيقفزوا عليه. فهان بتقول له امسك جامد وسيب الموضوع ده عليا، وبتنطلق بسرعة جنونية توقع كل الزومبي اللي موجودين على وشهم. فبيقول لها بجد المفروض كنت انا اللي اسوق مش انتي. وبعد شوية جري حلوين بيوصلوا لباب المعبد، فبتكمل بالعربية وبيقفز تشان قدام الباب، وبيستخدم النار الملعونة بتاعته علشان يحرق كل اللي جايين وراهم، واي حد هيحاول يدخل من السلم ده هيتحرق. وبندخل المعبد وبيكون فيه عدد فعلا من الرهاين مربوط، فبتقف قدامهم وبتقول انا هان صيادة من جمعية الصيادين، لكنه ما بيردش عليها وبيبدأ يعمل حركات غريبة. فبتقوله لا 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 اهدى بس، احنا جايين هنا علشان نقبض على الوحش مش عليكم انتوا، جايين نساعدكم. لكنه بيقعد يعيط وبيقول لها اهربي من هنا. وفجأة بتكتشف ان بيظهر وراها الوحش اللي من الدرجة التانية، وبيكون على وشك انه يضربها ضربة تموتها فورا، بس تشان بيتدخل في اللحظة الحاسمة ويدافع عنها، وبيقول لها انقلي كل الناس اللي موجودة هنا للعربية وسيبيني اتعامل مع الجحش ده. وبيقف قدامه وبيتصدى لكل الهجمات بتاعته، لكن هجماته بدأت تبقى اصعب واصعب على تشان، بيتصدى ليها بكل صعوبة. فجأة بتشيله هان من على وش الارض بالعربية،
وبتقول له اركب بسرعة، وبيركب العربية وبيبدأوا يتحركوا، لكنهم بيتفاجئوا ان في عدد ضخم جدا لسه من الوحوش قدامهم، وبيكتشف انهم لسه على قيد الحياة حتى بعد ما العربية خبطتهم، فبيضطر يطلب من هاني السيف بتاعها. فبتقول له انت مجنون انك تطلب سيف من مبارز، دي قلة احترام كبيرة قوي. بيقول لها يعني الشرف المقاتل ولا حياة الناس؟ شوفي ايه اهم بقى واعمل ايه. فتلقائيا على طول بتديله السيف بتاعها. بعد ما تشان بياخد السيف بيقول ما كنتش اتوقع ابدا اني هستخدم الحاجة دي. الحاجة دي بقى يا سيدي هو عثر عليها لما كان في الجزيرة بعد ما خلص على التهديد اللي من المستوى الثالث. لقى قفاز، والقفاز ده ما كانش مجرد قفاز عادي، القفاز ده بيمتص المانا وبيقوم بتخزينها في البطارية السحرية، واقدر ان انا استخدمه لمدة 5 دقايق. وبيستخدمه فعلا وبيشن هجوم قوي جدا بيقضي على كل الزومبي اللي موجودين. بتكون هان شايفة اللي عمله وبتقول مستحيل يكون قوي كده، هو ازاي قدر يقطعهم بالسهولة دي؟ فبيقول لها ما تبصيش وراكي وكملي للامام. وبيفضلوا يجروا لحد ما بيوصلوا للمينا، لكن الزومبي بيفضلوا يجروا وراهم وما بيسيبوهمش. فبتقول له هان السيارة على وشك انها توصل لاقصى حدودها، لازم نتعامل معاهم. بيقول لها استمر في القيادة وملكيش دعوة. وفجأة بيخرجوا من المجال اللي الزومبي ما بيقدرش يعدي منه. فبتستغرب هان وبتقول مش دول المفروض الزومبي اللي كانوا بيجروا ورانا من اول الطريق؟ ليه فجأة وقفوا كده؟ هل ده ممكن يكون بسبب الدايرة دي؟ وبتفتكر انهم اول ما وصلوا للجزيرة بدأت شان يعمل دايرة كده وفيها رسومات غريبة، ولما سألته قال لها ان دي بيطلق عليها دائرة الحماية، حاجة كده هتقدر تقضي على الوحوش. فلما هي بتسأله وبتقول له انت اتعلمت الحاجات دي فين؟ بيقول لها حتى لو انا قلت لك فانت مش هتعرفي تتعلميها ولا هتصدقي. طبعا يعني عشان هو اتعلمها في عالم تاني. فبتقول له هو انت بالطريقة دي تقدر تهزم اي وحش؟ بيقول لها الطريقة دي مش بتقدر تهزم الوحوش الحقيقية. وفجأة بيعدي الوحش اللي من الدرجة التانية من البوابة دي، فبتترعب هان وبتقول قضي علينا. لكن بيطمنها تشان وبيقول لها لا 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 ما تخافيش، اتفرجي عليا بس وانا هعلمك ازاي تتعاملي مع الاشياء دي. انا عندي بيانات تراكمت من خلال عدد لا يحصى من تجارب القتال الحقيقية. وفجأة بيهجم الوحش ده على تشان وبيبدأ يتكلم معاه وهو واقف قدام الوحش ويقول لها انا عندي تقنية اسمها عين العقل. التقنية دي بتخليني اقاتل اي وحش بدون وعي، بمجرد اطلاق العنان لنية القتل بينتهي الامر بهم ان هم ميتين. وبيصدمها اكتر لما بيقول لها تقنيات تانية زي بصيرة السيف وحالة الاثار ووحدة السيف وانعكاس القدر وحاجات كتير قوي. كل ده بيسمى حالات التنوير. وبيقرب من الوحش وبيرفع الرمح بتاعه عليه وحرفيا بضربة واحدة بس بيفتتوا القطع. وبيقول لها كل التقنيات اللي انا قلت لك عليها دي مش مميزة خالص، اهم حاجة التطبيق في ساحة المعركة، عشان انا ضحيت بالكثير للخروج من هذا الفخ. بعد ما تشان بيقول كل الكلام الجميل ده بتوقفه هان وبتقول له ممكن اطلب منك طلب يا تشان؟ من فضلك انا عايزك تعلمني كل حاجة. بيقول لها طب ما انا كده كده بعلمك. بتقول له لا انا مش عايزة مجرد النصيحة، انا عايزك تدربني زي المعلم وتلميذه. انا مقارنة بيك ضعيفة بشكل مثير للشفقة، محتاجة ان انا ابقى اقوى واقوى في اقرب وقت. بيقول لها ليه عايزة توصلي لكده؟ بتقول له علشان اخلص على نادي شاد داي، ويعد من اخطر 8 مصادر للتآكل في الوجود، واللي كان قادر انه يبتلع جبل الهيمالايا بلقمة واحدة. بيقول لها يعني الهدف هو انتقام. بتقول له ايوه عايز انتقم للعيلة بتاعتي، وعلى فكرة انا مش بطلب منك حاجة زي دي ببلاش. وبتخرج له كارت باسم العيلة بتاعتها، وان القيمة التسويقية لشركات العائلة دي بتتجاوز ال 257 تريليون. لما بيشوف الكارت بيقول لها يعني انت بنت عيلة مرموقة. بتقول له ايوه جدي هو صاحب كل الحاجات دي، وانا تخليت عن سباق الميراث بتاعهم. بيقول لها طب وليه انت بتديني البطاقة دي؟ بتتفشخري عليا يعني ولا ايه؟ بتقول له لا خليني الافضل، وانا في المقابل هديك اكسيرات مفيش اي حد بيقدر يحصل عليها، وانا عارفة انك عايز تصبح اقوى مما انت عليه دلوقتي زي انا بالظبط. مع الاكسيرات اللي انا هوفرها لك هتقدر توصل للمستوى اللي انت عايزه. بيتكلم تشان مع نفسه وبيقول المستوى اللي انا عايزه انا وصلت له من زمان قوي، انا محتاج بس ابقى قوي علشان ارجع العالم ده لما كان عليه. وفعلا بيتفقوا هما الاتنين وبيتوجهوا لنقل المصابين بعد كده للمستشفى. وبيقول لهم الدكتور علشان هو يتعافى ويقدر يتكلم تاني محتاج 7 ايام. وبيصطحب تشان هان بعد كده علشان يبداوا التدريب. وبيقول لها بس قبل ما نبدا عايز اسالك سؤال، هل لو انا ضربتك برمحي بكل قوتي هتقدري تتفاديه؟ بتقول له بتهيالي الموضوع صعب لان في فرق مهارة كبير جدا ما بيننا.
كده. بيقول لها بصي هتقدري تعملي كده لو قدرتي تستخدمي حواسك لأقصى حدودها. هتبصي بعينك كويس وتسمعي بودنك وتستنشقي بأنفك وتشعري ببشرتك، تسيطري عليهم كلهم. فأول ما بتبص قدامها ما بتلاقيش تشان أصلا واقف. ازاي اختفى بالسرعة دي؟ مش قادرة اسمعه ولا حتى احس بيه، لكنه فجأة بيظهر وراها وبيرفع على رقبتها رمحه وبيقول لها بطيئة جدا عمالة بتفكري وانت بتستخدمي حواسك. في المعركة الحقيقية مفيش وقت للتفكير، لازم تتقبلي حواسك زي ما هي. الحواس اللي بتؤدي أغراض مش بتاعتها هي اللي هتؤدي إلى خداعك. ودلوقتي خلينا ننتقل للتدريب العملي. وبعد شوية بيطلع الحراس من المستشفى علشان يندهوا لهم، لكنهم بيكونوا مصدومين من اللي بيحصل. ده ايه السرعة الجنونية اللي هم بيتقاتلوا بيها دي؟ وهي بداخل القتال دهان بتكون جايب آخرها. بينما تشان الموضوع باين عليه بسيط جدا، فبيبلغ الحارس تشان وبيقول له أحد الناجين استيقظ دلوقتي، ممكن تيجوا علشان تستجوبوه براحتكم. وبيوقف تشان جلسة التدريب مع هان، واللي بيصدمها لما بيقول لها ان كده جلسة التدريب الاولى والاسهل خلصت. وبعد كده بينزل تشان للمستشفى علشان يشوف المريض اللي فاق. بيبدأ يحكي وبيقول لو انا ما كانش بيتهيألي يعني في شاحنة جات لنا ونزل منها شخص كده. بتقول له هان طب كان في رهاين تانية؟ بيقول لها لا كان في بشريين، بس الفكرة انهم كانوا بيساعدوا الوحوش دي واختاروا بعض الرهاين ونقلوهم لشاحنة. بيقول له طيب انت ازاي قدرت تهرب منهم؟ بيكون رده انا مهربتش، هم اللي سمحوا لي اني امشي. يعني 2 صيادين خبراء زيكم دخلوا وخرجوا بصعوبة، اكيد الموضوع هيبقى مستحيل على مدني. طبعا بيتضايق جدا تشان اول ما بيسمع الكلام ده، ازاي يتلاعبوا بينا ويعملوا حاجة زي دي؟ بتستغرب هان هو ايه اللي ضايق تشان قوي كده؟ هل يا ترى علشان هم استهانوا بيه ولا عشان هم نصبوا لي فخ باستخدام ارواح بشرية؟ فبيسألوا تشان وبيقول له ممكن تقولي طيب الشخص اللي كان معاهم ده شكله عامل ازاي؟ بيقول لهم الشخص اللي كان معاهم في العربية لابس تميمة عليها قطة متعلقة. وفعلا بيتوجهوا هما الاتنين علشان يدوروا على الشخص ده، لكن فجأة تشان بتقع عينه على حاجة، شخص وشه مليء بالثقوب. فبيقول هو دبس وشه بمكنة خياطة ولا ايه؟ على الرغم من مظهر الراجل الغريب ده إلا انه مش مجرد راجل عادي. فبيلاقي الراجل ده بيقول لهم مرحبا ايها الاطفال. وبس كده الفيديو الجامد ده خلص لحد هنا. ما تنساش لايكك الجامد وكومنتك الاجمد. كان معكم اخوكم الملخص الفشيخ والسلام.